لكم انه حيكون معنا ضيفنا الان هو في السن، يعني شاب صغيرون بس يقوم بتأليف وإخراج والمونتاج للأفلام القصيرة. الأفلام القصيرة تعتبر من وجهة نظري من أصعب الأفلام، من أصعب من الأفلام اللي تكون مدتها طويلة. ممكن الفيلم لما يكون مدته طويلة ياخذ فيه المؤلف الأبعاد وفي السيناريو الشرح اللي يبي يوصل به الفكرة أو الرسالة اللي هو يبي يقدمها. بس الفيلم الصغير اللي مرات تكون مدته دقائق معدودة أو تكون دقيقتين فقط، يعني صغير يكون، كيف يقدر يقدم فيه رسالة أو فكرة أو معلومة في هذه المساحة الدقائق اللي هي المساحة الوجيزة والصغيرة. صباح الخير بشير. صباح النور لك ألفت ولكل مشاهدين قناة العاصمة وخصوصا متابعي برنامج نسمات الصباح. أهلا بك بشير. سنك صغير زي ما قاعدين المشاهدين يشوفوا معنا، وقاعد أيضا في تدرس وجيت بالباص خصيصا لبرنامج نسمات الصباح، يعني في تعب في الجاية، بس للإنسان الطموح والإنسان اللي يحط هدف قدامه اللي يبي يوصل لشيء معين أكيد يبي يتعب عليه. أكيد. مؤلف ومخرج وأيضا تقوم بمنتجة الأفلام القصيرة اللي أنت تقوم بها. أولا أمتى بدأت عندك هذه الهواية بشير؟ بالنسبة أنت قلتي أن تأليف وإخراج ومنتج، هو كل شيء بيبدأ عن طريق التأليف أول شيء، ومن ثم إخراج هذه المؤلفات، ومن ثم منتجتها. فأول شيء أكيد هو التأليف. التأليف من لما كنت ممكن 7 8 إلى 9 سنوات استمرت على الشيء هذا. طبعا أول شيء الإنسان لما بيكبر في بيئة مهتمة بالأشياء هذه، هذا هو بيبدأ فيها. بس لو الإنسان يعني كبر في بيئة ما فيش حد مهتم بالأمور هذا، مش صعب يعني إنه يكون من مهتم الموهبة اللي بها. هو فيها. فأنا الحمد لله إني كبرت في عائلة، يعني الوالد دكتور ويقرأ في كتب من يوم وعيت على الدنيا، والوالدة هي نفس الشيء. فهذا الشيء اللي خلاني يعني شجعوك يعني واخذوا بإيدك. أول شيء زي ما قلت الكتابة، بدأت في الكتابة لما 9 سنوات. حاولت من لما كنت صف خامس نتذكر اني نشوف البرامج يقول لي روايه، قلت شنو هي الروايه هذه؟ يعني بديت اكتب روايه من لما كان ممكن حتى في الانشاء او في التعبير كانت درجاتك عاليه. طبعا خيالك واسع. بالضبط، انه في التعبير يعني في المواد الادبيه كان اكثر من العلميه، رغم ان تخصصي علمي، يعني ندرس طب بشري بس ميولي في الادب اكثر. بشير، طبعا اول قصه او اول حاجه انت كتبتها وحسيت ان هي هذه اللي تعبر على بشير وفي مخيله بشير، انه هو هل يعني قام بدرجها او جعلها كفيلم قصير، او مازال مش وقتها ومازال بشير ما لقاش الممثل او الشخص اللي جسد الفكره اللي هو دارها؟ اول قصه كتبتها. هو بالنسبة للقصص كتبت قصص واجدة، بس لما القصة اللي بتحكي عليها أنت اللي حسيت أنها فعلا قصة متمكن، فهي قصة أتذكر كان اسمها زهور تسقى بماء الزمن. قصة كتبتها لما كنت صف ثالث إعدادي وشاركت بها على مستوى الجفرة، وتحصلت على ترتيب ثالث تقريبا. القصة هذه مفكر إني نعملها مسرحية في ذيك الأيام، بس صعب. ليش؟ لأن المسرحيات يتطلب ممثلين يعني خبرة، ممثلين من جميع مثلا تتطلب مثلا امرأة وتجسيد الفكرة اللي أنت تبيها. بالضبط، يعني مثلا توزيع الافلام اللي اخرجتهن هي عباره عن قصص كتبتهن الممثلين اولاد كلهم. يعني ما نقدرش نكتب قصه فيها مثلا فيها امراه وفيها بنت نقدر نجيب. انت عارفه ان وعي الشعب الليبي ثم وصل انه يخلي البنت تمثل، وهن معدودات اللي في الوسط الاعلامي. هذه اللي مديرت لي مشكله، يعني مش كل قصه نقدر نكتبها اني نحولها تجسدها لفيلم. الفيلم همس الرمال اللي حنشاهدوه توا مع بعضنا تحصل على جائزه، جائزه تقريبا الترتيب الثاني في جائزه السفاره الامريكيه، مسابقه اسمها انت ليبي حر، نظمتها السفاره الامريكيه. نعم، خلينا نشوف مع بعضنا همس الرمال، الفيلم اللي تحصل على الترتيب الثاني من تاليف واخراج ومنتجه بشير الهوني. لم يترك البعض لنا في الوطن إلا حرية الانتحار أو الرحيل، فتعلمنا التنفس تحت الرمال كالحجر، وأتقنا الطيران في الفضاء كالعصافير. عبثا يفرغون هواء الروح من الأكسجين ويقطعون أشجار الغابات. دعوني أبحث عن ذاتي في أعماق أعماقي، دعوني أقول الحقيقة لا تقيدوا كلامي. اشتقت لحريتي
وزادت رغبتي في التمتع بالسماء والتنقل بين الرمال. دعوني أتحدث، فأنا أعرف حدود حريتي. أبعدوا مديتكم عني، اتركوني أغني وأنشد حتى الصباح. لطالما حرمت من التحليق بأفكاري. كم من الأوراق التي غطتها الرمال، من الكلمات التي كبتت بداخلي. ورغم هذا فحريتي في بلادي، حريتي وسط صحراء باردة أعبر فيها عن مشاعري وشجوني. طالما ذهبت إلى الغربة كي أبحث عن نافذة تطل على جنان الحرية، ولكن لم أرى زهرة جميلة أو حمامة بيضاء، فظلت الصحراء بداخلي وظلت الصحراء. ورجعنا لكم. شفنا مع بعضنا بشير همس الرمال. كانت الفكرة فيه زي ما قلت لي تحت الهواء أنها عن التعبير عن الرأي، عن حرية التعبير عن الرأي. طبعا هذا كان شرط المسابقة، وأنها تكون 90 ثانية اللي هي دقيقة ونص. طبعا زي ما قلتي في بداية الحوار أن الفيلم القصير صعب أنك أنت تجسد فيه فكرة، لأن الوقت قصير أكثر من الأفلام اللي تكون ساعة ونص تاخذ راحتك فيها. فهو المسابقة كانت 90 ثانية جسد لي فيها حرية التعبير عن الرأي، فهذا كان صعب. وحتى يعني أغلب المشاركين لقوا صعوبة في الوقت، رغم أننا حدثناهم قلنا لهم بوقت أكثر. لا، ال 90 ثانية جسد لي فيها حرية التعبير عن الرأي. وهذه كانت الفكرة، يعني أن شخص في الصحراء يعني محتاج أنه يعبر. فهذه كانت الفكرة. وبما أن يعني اللجنة كانت معظمها من السفارة الأمريكية، يعني كانوا إعلاميين من أجانب، فأنا اخترت الصحراء. أنت عارفة أن الأجانب عندهم هوس بالصحراء والرملة، فاخترت أنه يكون الفيلم معظمه في الصحراء. طبعا جميع المشاهد صحراء هون في منطقة يقولها الحاج أعمر أو هون الحويلة، هذه اللي صورت فيها الفيلم. ومناطق ثانية طبعا أنت لاحظتي. طبعا نشكر الممثل مؤيد مصطفى الخير اللي مثل الفيلم ومثل الفيلم الثاني، حتى هو مع مجموعة ثانية عابرة معهم أصيل ومعهم بشير. يعني كيف جاتك الفكرة إن هي المسابقة أنه هو قلت لك 90 ثانية، يعني كيف جاتك الفكرة سريعا، أو في حد ساعدك فيها، أو أنت قعدتك يعني قديش أخذت منك الفكرة من يوم أو من ساعة باش أنت جسدتها بالطريقة هذه؟ زي ما حكينا قبل شوي قلنا يعني التأليف إخراج منتجة. أول شيء طبعا قمت بتأليف النص هذا عشان يكون في مصداقية في العمل. هو عبارة عن أبيات مجسدة، يعني أوراق. المذيع أنس عبد الحفيظ لما قال الأوراق جسدت الأوراق، لما قال الغربة جسدت الغربة والمباني، لما قال صحراء فهو كان عن تجسيد أنت أخذت الأفكار اللي هو ذكرها في شروط المسابقة وجسدتها بطريقتك الخاصة. تمام. الأربع الأبيات الأولى كان من تأليف شاعر ما ذكرش اسمه، وبعدين مشيت كملت على النص، كتبت لحد آخر أبيات لما قال وظلت الصحراء بداخلي وظلت الصحراء. هذا من تأليف الشاعر الكبير نزار قباني. لحظة جنون عابرة. هذا من الأفلام القصيرة اللي مدتها تقريبا هو 10 دقائق. احنا حنعرض الآن من يعني مختصر ملخص من هذا الفيلم القصير اللي هو مدته دقيقتين، حنعرضه الآن على الشاشة. بس كيف يعني لحظة جنون عابرة، تسمية الأفلام القصيرة أنت تسميها أو بعد ما تكمل خلاص تأليف هذا الفيلم القصير وتختار الممثلين يخطر على بالك تسميتها؟ طبعا هذا أنا يختلف من فيلم فيلم همس الرمال هذا بعد ما تميت المنتجة، واللي توي أنا مش لاقي اسم ليه، يعني حتى يعني تأخرت عن تسليم الفيلم لأني ما لقيتش اسم ليه لحد ما سميته همس الرمال. بس لحظة جنون عابرة أنا الفيلم درته بعد ما لقيت العنوان. يعني احيانا انت تخطر عليك فكره بعد ما يخطر عليك العنوان، فهمتي؟ فهذا اللي صار في شنو اللي خطر عليك العنوان؟ نعم لحظه جنون عابره. العنوان زي ما قلت لك هو هي قصص انا نجسد في قصص. فالقصه كانت اسمها وكم تبعت في ظني، كتبت قصه قبل 2 سنين وتم نشرها في كم جريده. الان قدرت اني نعملها على فيلم. لما نقول وكم تبعت في ظني واضح انه سوء في الظن، يعني نتبعد، فلازم يكون الفيلم فيه شويه غموض، فسميته لحظه جنون عابره عن اللحظة يلي الصديق بشك فيها بصديقه وبيتصرف بطريقة عشوائية، يعني من غير لا يحكم عقله. فهذا اللي يقدروا يشوفوه في الفيلم، ما نبيش نحكي عليه أكثر. نعم، خلينا نشوف مع بعض الآن ملخص صغير للحظة جنون عابرة، وبعدها راجع لاستكمال الحديث مع بشير. خليكم معنا.
طيات الظلام يجلس لوحده وللمرة الأولى. كباقي الأصدقاء، أحمد وناصر لهم أفكارهم وتطلعاتهم الخاصة بهم. كان لأحمد حصالة صغيرة يجمع بها ما تحصل عليه من مال، أهداها له أخاه الأكبر بعد عودته من السفر. كان سيكسرها اليوم لولا اقتراح ناصر الذي جاء بمحله، حيث اقترح عليه بأن يكسرها يوم الغد، يوم عيد ميلاد أحمد. ها قد جاء اليوم الموعود، عيد ميلاد أحمد. من هذا الاتصال بدأت القصة، أو ربما هي الفرصة. الحيرة، النفاق، الخيانة. اندهش أحمد. خرجت عيناه من غرفتهما الضيقة. أراد تكذيب ما شاهده أمام عينيه قبل لحظات. ستار مرفوع ومسرحية تعرض لكشف الحقيقة التي لم يعرفها. نظرات ناصر كانت فجائية، كانت مغلفة بمزيج من الحزن والتفكير العميق. انتقلت عائلة أحمد إلى بيت جديد، وحين كان يرتب أغراضه شاهد تلك الحصالة التي لم يكسرها منذ ذلك الوقت. الآن قرر أن يكسرها. يعني لاحظنا في القصة اللي هو سوء الظن هو اللي كان يعني نحس فيها هذه الرواية أو القصة أو الفيلم القصير اللي كنا نشاهده فيه الآن أكثر عمقا، والرسالة فيها أكثر من هدف وأكثر من رسالة داخل الفيلم القصير لمدة 10 دقائق. طبعا هو الفيلم كان مدة 10 دقائق زي ما قلتي، بس لضيق الوقت تم منتجته على انه 3 دقائق. طبعا القصة يعني مش كاملة، لأنه هو بيدور صديقة بعد ما بيشوف الرسالة اللي هو كان حاطها له في الحصالة، بيجد انه هو في حالة مغمى عليه في المستشفى. ولما بيحاول انه يوصل له بيطلع له الدكتور بيقول له انه فقد الحياة، فانه حتى ما عندهاش فرصة انه هو يصحح الغلط. فصار في المستشفى يتذكر في المواقف اللي صار بيناتهم زمان. فهذا يعني لحظة جنون عابرة. ان شاء الله المشاهدين يعني يفهموا القصة من الدقائق هذين ان شاء الله، وان شاء الله نحاول نعرضوه كامل في حلقات اخرى باذن الله يا بشير. بشير، هل في دعم لمثل هذه يعني المنتوجات اللي نقولوا احنا تعتبر ابداع فني نقل وندر ما نلقوه في ليبيا؟ يعني مش كل المهتمين، ما فيش هلبة يعني مهتمين بمثل هذا النوع من الافلام القصيرة. بالنسبه للدعم، وزي ما قلت انت مره ثانيه ان الجانب هذا الناس مش مهتمه به، فالحاجه اللي مش مهتمين بها هي اللي ما بيدعمها، رغم انه المفروض العكس. يعني زي مثلا الانشطه الرياضيه هي في ليبيا اكثر الانتشار، فهي بيكون لها الدعم الاكثر. بس انشطه فنيه ادبيه زي هذه ما لهاش انتشار، مش ما حدش راح يدعمها. فلو لاحظت ان كل الشغل يعني من المخرج ومن الممثلين، يعني صعب ان الواحد يقدر يدير فيلم يعني بيصور اكثر من مكان. زي ما شفتي في المستشفى، بتجي المستشفى صاحب المستشفى بيقول لك لا ما تصورش، لازم تنسق مع حد يساعدك في الموضوع. تواجهكم متاعب في التنسيق يعني، ومش بس المؤسسات الحكوميه، حتى في الشارع يعني الناس مش متفاهمه ان قدامي كاميرا وتصورش، يقول لك لا بعد لا كذا. يعني اولا نبغى احنا دعم الناس ودعم الفكره، يعني الناس يساعدوكم، يعني يقدموا لكم المساعدات. لازم يكون في تفكير واعي ان في شيء اسمه فيلم قصير او في شيء اسمه تصوير اصلا. لان بس الحمد لله في منطقه هون يعني بدأ الناس يستوعبوا الامور هذنا، خاصه بعد الثوره. يعني تحيه لكل اهلنا في هون يتفرجوا علينا توا.
باهي يعني بشير، هل شاركت في مهرجانات او ناوي انك تشارك في مهرجانات طبعاً. خارج ليبيا؟ هو هذا بالنسبه لخارج ليبيا يعني ما زال، انت عارفه، انت مهرجانات قلت في بدايه الحوار خاصة يعني مسابقات الهواة يعني للافلام القصيرة. هذا لحظة جنون عابرة أخرجت قبل العيد الأضحى بكم يوم، ووافق مع مهرجان الخريف السياحي بمدينة هون. فهذا كان اللي انعرض في الأمسية الشعرية في مهرجان الخريف السياحي. وبالنسبة للمهرجانات خارج ليبيا، أنت قلت إن صغير في العمر، يعني عمري 20 سنة، فما لحقتش اني ندير اعمال كبيره ولا نطلع خارج ليبيا. في مره شاركت في يعني ملتقى في تونس قبل 3 شهور تقريبا، بس ما كانش في عرض الاعمال، كان مجرد يعني ملتقى بين شباب فقط يعني. الشباب الهواة هنا في ليبيا، لاحظت ان الفنانين او الممثلين اللي كانوا معك داخل العملين هم نفسهم تقريبا. في العمل الاول همس الرمال، وفي لحظه جنون عابره. ما فكرتش انك مثلا تستعمل ممثلين زي ما ذكرت لي، ممكن انت الفتيات ممكن ما تبديش تاخذهم، مش الكل يرضى بانه هو يكون في فيلم قصير، خاصه انه هو ممكن يتصور في الصبح، ممكن يتصور في الليل مؤخر، ممكن يتصور في اماكن اهلها او هي ما ترفض التصوير فيها. بس كبار في السن يعني ممكن تاخذ حد كبير في السن تجسد به قصة. هل في عندك أنت ممكن توا أفلام قصيرة أخرى قاعد تجهز لها فيها شخصيات أخرى أضفتها لأفلامك أو لا؟ طبعا طبعا. بالنسبة للتشابه بين الممثلين، هو كان الصدفة أن همس الرمال هو بنفس البطل في لحظة جنون عابرة، معها ممثلين ثانيين طبعا. عملت أفلام قبلها مش نفس الممثلين، وهذه هي الصعوبة، أنك أنت كل فيلم بالممثلين بتاعينا. يعني انت عارفه ان المخرج اثناء التصوير بيضل عصبي شويه، فهذا اللي يصير يعني لما مع الممثلين، لا انت دير كذا كذا، فحتى ينفروا منك، بس لما يضل الشخص تعود عليك وفاهمك. هذا اللي انا اخترت ان نفس الممثل همس رمال يكون هو نفسه في لحظه جنون عابر. ليش؟ لانه فهمني. فلما كل فيلم بتجيب له ممثل ثاني بيضطر نفس العمليه، ومرات يعني حتى مشكله بيناتكم. بالنسبه لشخصيات كبيره في العمر وافلام قصيره جديده، اكيد في أفكر حتى يعني بديت في كتابة قصة مسلسل من 4 حلقات. الأبطال فيه يعني ممثل يوصل عمره حتى ل 50 سنة، وفي ممثلين في العشرينات. يعني قلت لك يعني في منطقة هون في ناس مهتمة بالشيء هذا، وفي من يقول لك تعال نبي نمثله. وقبلها لما كنت نبي نمثل الناس تهرب، بس الآن وبالذات بعد شافوا فيلم عندهم وعي، وطبعا ولحظة جنون عابرة، الناس هي اللي صارت تحب وتقول لك عملنا فيلم نبي نمثله، نبي نشوف نطلع على اليوتيوب، نبي حد يشوفنا في التلفزيون. يعني الحمد لله. في بس مشكلتي الآن في الوقت، لأنك عارفة أن دراستي طب بشري وصعبة، فما نلقاش وقت إني نشتغل فيه، خاطر العطلة الصيفية. نعم. عدد أفلامك القصيرة بشير قداش عندك لحد الآن من فيلم قصير يعني جاهز زي ما نقولوا احنا للعرض؟ عملت فيلم بعنوان طقوس وحشية عن عدم وضع السلاح بجوار الأطفال. عملت فيلم لحن الحرية عن مظاهر التحرير. عملت فيلم لغة العالم حتى هو عن مظاهر التحرير. عملت فيلم خطي همس الرمال ولحظة جنون. عملت فيلم الكليب، هو مش فيلم يعني فيه، لأن أنت عارفة كل شيء بتديري قصة، وفي كل شيء فيه فائدة وهدف. مرة الواحد يدير شوية حاجة نقول بالعامية فيها أوفر شوي. نتذكر فيلم، والباقيات عبارة عن أفلام زي ما تقولي كوميدية أو تقليد لي مثلا دعاية، تقليد لقنوات ثانية، حاجة مختلفة يعني. طبعا. هذا هو زي ما تقولي الافلام اللي وعندك فيلم افلام لي 7 افلام ممكن. قلت لي تقريبا 7 افلام اللي عندك. فيلم تقريبا جسد فيه على الثوره، يعني حكيت فيه على الثوره. ان شاء الله حينعرض معنا باذن الله في حلقتنا اللي حتكون استثنائيه يوم الاحد المقبل ان شاء الله. ونتمنى حتى انت تكون معنا يا بشير، إن شاء الله. انت وامتحاناتك في وقت ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الان حنمروا لفيديو جاج، وشكرا كبير، ونتمنى ان كل يعني مبدعة موهوب في أي مجال كان يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، أو يتصل بنا على رقم هاتفنا اللي موضوع على ذمتكم، اللي حيكون طبعا في الكنترول. تقدروا تاخذوا رقمي الشخصي أو تتصلوا بنا على أرقام تحت الهواء، وإحنا حناخذوا أرقامكم ونتواصلوا معكم في أي مجال كنتوا. نبغى نقول لك طبعا لازم تستمر يا بشير في أعمالك، وتشجعك طبعا على
يعني على هذه الموهبة الكبيرة اللي نشوفها يعني قل وندر ما نلقوها مش في ليبيا بس، يعني في الوطن العربي. يعني أغلبهم يتجهوا للأفلام اللي تكون مساحتها طويلة، ممكن ساعتين ممكن حتى ساعة أو نص بس. يعني الأفلام القصيرة واللي توجه رسالة زي ما شفنا في فيلم لحظة جنون، يعني هو كان يعتقد ويظن أن صاحبه كان يخنب فيه وياخذ من الحصالة في الفلوس اللي موجودين فيها، بس هو في الواقع كان يضع في رسالة يعني لصديقة. حتوعد معنا طبعا لنهاية البرنامج بشير وحط طوق من الكيكة اللي نوهنا عليها على الفيسبوك، مقادير كيكة الشوفان والبرتقال. بس شاهد معنا الآن بشير فيديو جاج وبعدها راجعين. صباح الخير من جديد. توا حنشوفوا مع بعضنا مقادير وحنقول لكم على طريقة عمل كيكة الشوفان. الشوفان حطينا في صفحتنا على الفيسبوك أهمية وأيضا القيمة الغذائية للشوفان، وحتى انه هو يساعد في نحافه الجسم ويعتبر غذاء كامل ومتكامل. كيكه الشوفان والبرتقال مقاديرها ظاهره قدامكم على الشاشه، اللي هي طاستين من الشوفان، ذره ملح، ربع طاسه من الحليب المركز المحلى، ربع طاسه من الدقيق، حناخذ مع بيكنج بودر، ايضا فانيليا، حناخذ ايضا شويه من السكر، طبعا السكر حسب الرغبه. حناخذ كل المقادير هذه طبعا مع البرتقال يكون القشره متاعها مغسوله، قشرة البرتقال حناخدوها نغسلوها ونجففوها برا، وبعدين ندوقوها لين تبدا ناعمه، وبعدين حناخدوا معاها عصير البرتقال. طبعا قشره البرتقال هذه لما تجفف وتوعد عندي بعد ما نجففها وندقها تبدا ناعمه، نحطها في وسط فاز مرش، ممكن نحتفظ بها ندسها اللي عندي لمده توعد عندي حتى سنه ما يصيرها شيء وتوعد زي ما هي. مقادير كيكه الشوفان والبرتقال ظاهره قدامكم على الشاشه. حنقول لكم الان على طريقه تجهيزها. حتاخذوا المقادير السائله اللي هي الدحي، اللي هي تقريبا 6 دحيات، طبعا على حسب الفورمه او اللي عندكم بتدخلوها انتم للفرن، ممكن تقللوا من الكميه وتستعملوا 3 دحيات، ممكن تكون الكميه بحجم الكيكه اللي احنا اليوم معنا في الاستوديو جهزناها لكم ب6 دحيات الى 8 دحيات على حسب حجم الدحيه. طبعا الحجم الدحيه يكون متوسط. هناخذ نحطوا الدحيه في الخلاط ونضيفوا له السكر والفانيليا وقشور البرتقال وعصير البرتقال زي ما تشاهدوا فيها قدامكم على الشاشه. الكيكه كيكه البرتقال والشوفان بما ان توا موسم البرتقال، هتاخدوا الدحي وعصير البرتقال وشويه من الفانيليا والسكر، تحطوهم في الخلاط وتضيفوا معاهم الزبده لين ينخلطوا كويس مع بعضهم. بعدين بالتدريج حتضيفوا معاهم حبه زبادي تكون طبيعيه لين ينخلطوا كويس. تبدوا تضيفوا المقادير البقيه بالتدريج، تضيفوا الدقيق، تضيفوا الشوفان، وبعدين البيكنج بودر لين ينخلط المقدار بالكامل. تحطوها في الفورمه اللي انتم تحبوها على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه، وبعدين تطلعوها. طبعا في الاثناء ما تفتحوش الفرن ابدا، ان هي حتهبط منكم وحيبدا شكلها مش حلو، وحتى من الداخل حتكون شكلها مش حلو. هذا طبعا شاشه هذا شكل كيكتنا عفوا النهائي، هيك حيكون من الداخل. طبعا اللون اللي زي البرتقالي مش عارفه حيظهر قدامكم على الشاشه، هو لون البرتقال اللي قشرة البرتقال المجففة واللي دقيناها مع البرتقال اللي عصرناه، طبعا هو الليم الدمي احنا نقولوا له هيك، حيعطي لون
بهذا الشكل، لون اصفر لكن مش عارفه واضح على الشاشه او لا. بعدين لما نطلعها حنشربها بعصير البرتقال ومربى البرتقال، ونزينها بالمكسرات زي ما تشوفوا قدامكم، او بجوز الهند، او ممكن حتى بشرائح البرتقال، يرجع لكم حسب الرغبه. بشير طبعا قدامك الكيكه حتذوق منها. شكرا اليوم جزيلا على حضورك معنا اليوم. تفضل بشير. شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم، ونتمنى لك التوفيق يا بشير ولكل مشاهدينا اللي تابعوا فينا اليوم. صح بشير، شو رايك في الكيكه؟ دقيقه بس خلنا هاي ما تقول شخصي على الهواء. كويسه كويسه. صح بشير. شكرا لبشير على حضوره اليوم معنا في الاستوديو، ونتمنى لك يوم سعيد يا بشير. شكرا لكل من تابعنا وكان معنا في المتابعه، واصدقائنا ايضا على صفحتنا على الفيسبوك، شكر كبير لهم وتابعونا دائما. شكر كبير لكل جروب وفريق عمل البرنامج، لهم عارفين يعني، فكانوا معنا في رمضان. وإن شاء الله شكر كبير طبعا لكل من معنا اليوم كان معنا في كادر العمل، وشكر كبير لكم مشاهدينا. أجمل تحيات مني ألفة عبدة، ألتقيكم بإذن الله يوم الجمعة المقبل، إلى اللقاء.